طفي العينين ديالها بالسهام ديالك، وفاش تفقد بصرها ويطفى نورها قطعي رافضه انت ديالها بسيفك وخلي الباقي علينا حنايا. ديك الدفله قربت كحله ماتلات في الطول ديالها وغادي يضربها مع الارض باش غادي تفقد الوعي في البلاصه. في هذه اللحظه ديال نيت غادي داك المتنور سلسله من ضربات الكرش ديالو في محاوله الراس ديالو بدا كيبرك عليه وكيرفعو باش يهزو بلاصتو. داخلها من السباع والامور وافاعي وعقارب وداك الشيء. لحظه واحده، الغابه الزرقاء واخا وفين جات هاد الغابه الزرقاء؟ غادي تنزل هناك هي بجوجهم جواسيس وكيرصدوا الحركه. ردات عليه انا الحارس الاعظم، انا باب الجحيم المسدود واللي كيقيس السارود ديال بابي. غادي يضربوا الصخر ديالي الكحل، من بعد غادي نضطر نجوعها نهار ونوكلها نهار حتى نشوفوا شنو غادي نديروا معاها. غادي دوز عامين اخرى على الشكل اللي بالحوط. كانت حاجه باينه انه وصل لمرحله متقدمه من السمو بالذات في ديك العزله. غادي يعصر على العرق ديالها حتى غادي تسحق من يديه الكبيره. غادي تفصل الرابعه واللي كان سميتو قردوس. غادي يصد الضربه ديال الغند لذاك المتنور سلسله من ضربات الكرش ديالو في محاوله بائسه منه انه يحركو من بلاصتو. ما تاثرش اصلا داك المتنور بل غادي ينطح زمجد بالراس ديالو باش قلت له كنضرب تفكر الهضره ديالي هذه مزيانه. عام واحد الا فتي اكثر من عام هاد البنت هذه غادي تولي ديالي ونقدر نتصرف فيها وندير فيها ما بغيتش. قلت له غنمشي ضويه ضم البنت ديالها اللي هي القلب ديالي ما مطوعنيش نخلي صغيرتي في هذه المدينه هذه الغريبه. غادي يقول غند كنضرب واحد النبره ديال مودده الا مشى حتى وقع مكروه لبنتي. ردت عليه كنضرب مقطع. غادي نوفي بالعهد ديالي وغادي نحافظ لكم عليها. كاع غادي ندير حاجه انا اصلا ما ملزوماش بها وغادي نرضع من حليب المرضعات في مدينه البركه واخا الحليب ديال المرضعات مكلف. قلت لها غنمشي شنو كتقصدي بالمرضعات؟ ردت عليها كنضرب هذه واحد المهنه اللي منتشره هنايا بزاف كيمتهنها الصغير والكبير. غادي يحيد غاند بنته من اليد ديال ما وغادي يعطيها الكاميرا في بكاء وعويل ما غمشيت على الفراق ديال بنتها. قال لها بالكثير كاع الا تعطلنا غادي تكون شهرين غادي نكونوا حلينا المشكله ديالنا ديك الساعه غادي نرجعوا ناخذوا بنتنا. قلت لك كاميرا بلاتي نتفقوا على واحد الحاجه قبل ما توقع نرجع لك شي حاجه من الفلوس الا رجعتي قبل المده صافي. الاتفاق راه هو الاتفاق. غادي تنوض غمشيت اللي كانت باقا مأثره من الالم ديال الولاده وغادي تبوس الجبهه ديال بنتها المره الاخيره. من بعد غادي ينتقلوا غادي يرجعوا لجبال الملح بالطلاسم ديال الانتقال. لقاو السيد الكبير فاش وصلوا باقي ليه ايام اللي قليله باش يخرج من ديك العزله ديالو. كان باين الهم والغم على الوجه ديال غمشيد وكانت من وقت لاخر كتبدا تبكي عليه وكتقول غاند خايفه على بنتي خايفه على من ديك الشرفه خايفه تهملها وما استبعدش كاع انها تبيعها. ولكن غاند كان كاينها انها جبدت الموضوع هذا قدام المتنورين. الاذان والاعين والجواسيس ديال السيد الكبير منتشرين في كل بلاصه واللي سمعهم شي حد غادي يوصل للسيد الكبير لا محاله. صبري يا غمشيد صبرتي زيدي صبري ايام ما بقى والو يخرج السيد الكبير من العزله ديالو. وديك الساعه غادي نعرضوا عليه العرض ديالنا ونسيروا الحريه ديالنا بيدينا. وبالفعل اول ما خرج السيد الكبير من العزله ديالو غادي تجي غاند غمشيد وغادي يتحنوا ليه قدام العرش ديالو في خضوع. غادي يعطيو التقرير ديالهم الكامل على المهمه ديالهم اللي نجزوها في عربيستان. غادي يسولهم السيد الكبير على السبايا والدراري الصغار ديال ديك القبيله اللي نفذوا فيها المهمه فينهم. قال لي غاند راهم ركبوا مع القتله ديال فيو في السفن وراهم جايين في طريقهم لهنايا. قال لي السيد الكبير واخا قول لي يا غاند بغيت نسولكم واش كتبش عليا فين جلستوا دوك الايام بعد ما ساليتوا المهمه ديالكم في عربيستان؟ رد عليه غاندو والشك بدا كيتسلل للقلب ديالو. سالينا المهمه سيدي ورجعنا بحالنا لهنايا. غادي حط السيد الكبير السبابه ديالو على الحنك ديالو بدا كيشوف فيهم المده ديال الوقت وهو ما ساكش. من بعد مده ديال الصمت والخوف بدا كيبان على غاند من اللغه ديال جسده. غادي يهرس السيد الكبير داك الصمت وغادي يقول الخيبه ديالي فيك كبيره يا غاند. عاشرتيها بلا علمي وما معناتش حيت ما سولتكش. حملات منك وما منعتش حيت ما سولتكش. ولكن فاش قررت انني نسولك انت قررتي انك تكذب عليا. غادي يوقف غاند كيترعب من الخوف. انا سيدي في المح البازار غادي ندافع السيد الكبير جيت غومشيت غادي يشد من العنق ديالها وغادي يهزها. بدا كيشوف غاند وهو غومشيت تبيع الولاء ديالي من اجل امراه يا غاند هادشي اللي نسهل. غادي يحضر غاند الراس ديالو في خضوع. اسمح لي يا صاحب المغفره. بدا كي السيد الكبير غومشيت بعون بالقبضه ديالو. انا ما منعتكش دير علاقه محرمه مع اي متنوره ولا اي متنور كاع ولكن حرمت الحمل والولاده بيناتكم. هاد الهضره هادي ما بغاش تدخل لك راسك دخلتيها من هنا وخرجتيها من هنا. ما قدرش يرد عليه غاند بقى كيشوف الارض خيبه منه. غادي يدور السيد الكبير عند غومشيد اللي كانت كتخنق ليه في يدو غادي تموت. وانت يا غبيه واش بصح تيقتي راسك باخفاء الحمل ديالك بداك الكتان. ما قدرش ترد عليه غومشيد حيت كانت كتموت وهي كتقلب على زفره اكسجين والوجه ديالها بدا كيزرع. غادي يفلت السيد الكبير القبضه ديالو من العنق ديالو وغادي يروح على الارض كتشهق وكتقلب على النفس المقطوع. بين ما غادي يشوف داك الديكور عاجز ما قادر يدير والو. غادي يركل السيد الكبير غومشيد تسببتي لي في خساره كبيره. غاند كان من اكثر حراسي ولاء وبسببك خان الولاء ديالي هذا. رد غاند عافاك السيدي ولكن رد عليه السيد الكبير ما كاين ما ولكن عندك فرصه واحده غاند باش نعفو عليك. قتلها. شنو سيدي مالكوش ما كتسمعش السمك. غادي تقتلها وغادي تقتل الثمره ديال حبكم باش نعفو عليك. هذا هو الشرط ديالي الوحيد. غادي نزل غاند راسو الارض. ما قدرش يا سيدي. ضحك السيد الكبير واخا راه عاشق اللي بغيتي. غادي السيد الكبير يدو في الهواء باش غادي ترفع معاه غومشيت وهي كتحس بالم كيضغط على كل جسدها. بدات كتنزف الدمايج من كل فتحه في جسدها حرفيا من نيفها من فمها من ودنها من كل مسام ديال جسدها. غادي يحاول يحرك السيد الكبير يدو بقوه وغادي يخبطها مع عمود رخامي باش غادي تطيح غومشيت الارض
تقيد ما ياش. غادي يعاود يدور السيد الكبير عند غد، هي ميته ميته. شنو كيبان لك حسن؟ موت سريع على يديك وتفلت نتايا من السخط ديالي، اولا موت بطيء ليكم بجوج. قال لي غندب واحد النبره ديال الاستسلام. واخا سيدي غادي نقتلها ونرضيك. غادي تمشى غند لجهه غامشيد، غادي يهز من الكتاف ديالها وبدا كيتامل في الوجه ديالها. غادي تبسم ليها غند بحزن وقال لها عارفاني كنبغيك. غادي تبادلوا غامشيد نفس الابتسامه باعين كتبكي تنبدل الدموع. غنقتلني غند ماشي مشكل، قتلني وفلت بروحك وما تنساش بنتنا. الموت ديالنا بجوج غند ما عنده فاش ينفعها. غادي يحط غند الراس ديال المعشوقه ديالو على الارض ديال الرخاميه الملسه، وغادي يهز القبضه ديالو اللي شعلات بنار حمراء في النيه منه انه يهشم لها الراس ديالها قدام المراه والمسمع ديال كل الحضور. غادي ينزل القبضه ديالو لجهه راسها، ولكن قبل ما يقيسها قال كنتمنى من ديك الشرفه يكون عندها قلب حنين. وفي لمح البصر غادي ندافع غند لجهه السيد الكبير بالقبضه ديالو المشتعله، ولكن قبل ما يلحق يوصل ليه غادي يعطى الطريق ديالو واحد من السباع السبعه واللي كان سميتو قردوس. غادي يصد الضربه ديال غند بالكرش ديالو اللي امتصت القوه ديال الضربه. غادي يقول لهم السيد الكبير بنبره خايبه قتلوه. غادي تناوبوا عليه الحراس الخمسه من السباع السبعه بسلسله من الضربات. غادي تنوض غامشي بثقل وغادي تندافع لجهتهم محاوله منها انها تحررهم من القبضه ديالو، ولكن غادي يعترض الطريق ديال السيد الكبير اللي صرفقها بالضرب ديال يدو، صفعها على حتى الارض فاقده للوعي بوجه مرعف وكل دمايات. في اللحظه نفسها قتل بابا عوت غند بالسلسله الحديديه ديالو اللي شمط راسو. غادي تمشى السيد الكبير حتى غادي يوصل فوق الراس ديال غامشيد. غادي يعاود يهز من العنق ديالها. حشره ما انت الا حشره حقيره، لا حل لك الا الموت تحت القبضه ديال سيدك. شنو كان كيحسب لكم غادي توصلوا لي من العصيان ديال اوامري قبل ما تموت غامشيد بالقبضه ديالو مختنقه. غادي تباغتوا بحركه خاطفه من يديها باش غادي تجرحوا غند بمخلب من المخالب ديالها من تحت حنكولي من مرورا بعينين اللي طرطقات والتخوامه ديالها مخلط بالدمايات ديال وجهه. غادي تعصب السيد الكبير وغادي يهيش. غادي يعصر على العنق ديالها حتى غادي تسحق من يديه الكبيره. غادي تفصل الراس ديالها على الغلازه ديالها. بقى السيد الكبير كيتامل في الراس ديالها على المفصل ومشدة السخط ديالو غادي يشمل الجمجمه ديالها. غادي يدور عند الحراس ديالو ينزلوا على ركبي ديالهم مرعوبين حيت السخط غادي يطولهم حتى هما حيت فشلوا من حمايتهم من ديك الضربه. قال لهم السيد الكبير بواحد الهدوء اللي مخيف اهلهم جيرانهم قريتهم ناسهم يتحرقوا، بغيتي تقتل كل مال فيها وتقتل كل مال له علاقه بهم. غادي يسجدوا ليه الحراس بخمسه وبزوج واحد. امرك سيدنا. غادي يرجع السيد الكبير وغادي يجلس على العرش ديالو الرخامي كيقيس بيديه داك الجرح والعين ديالو مفقوعه. قبل ما يخرجوا السباع الخمسه كاملين غادي يوقفهم السيد الكبير. بغيتكم تقلبوا على هاد المولودات اللي ولدوا هاد الكلاب هادو بغيتها تصفى. الا وصلت وعاشت عامها الاول غادي نتبعكم لهاد الخونه. قال لي زمر ما غاديش نخيبوا الظن ديالك بينا سيدي غنكون هاني. غادي ينوض السيد الكبير من العرش وهو مشي للجرح ديالو. هادشي عمرو غادي يتعاود. غادي نرجع للكهف العزله ديالي. هاد المره هادي غادي نعتزل لمده عام كامل. فاش نخرج من العزله بغيتكم 7 سباع كامله والخبر ديال موت المولوده هي اول حاجه بغيت نسمعها. قلت له بلاش سيدي عام كامل او اول مره تعتزل هاد المده هادي كامله. قال لهم السيد الكبير التمكن ديالها من الاصابه شي هكذايا هذا دليل على انني باقي ما وصلت لكامل قدراتي. غادي يكون اغنى النائب ديالي حتى نرجع من العزله. تفاهمنا. غادي يهزوا الخمسه الريوس ديالهم مفهومه سيدي. غادي تمشى السيد الكبير شاد الجرح ديالو الغائر وقطرات الدم كتقدر تباعا في طريقه للكهف ديال العزله. غادي يدوز داك العام كامل والسيد في عزله في الكهف ديالو. فاش خرج غادي يلقى عدد كبير من المتنورين في الانتظار ديالو مع الوزراء ديالو وسباعه والخمسه معاهم جوج اخرين جداد من بعد ما جندهم بمباركه من اغوفايو. واحد فيهم كان سميتو كمشال كاهن سابق وقاتله قديمه بين صفوف الطائفه كان سميتها ميرناصه. غادي تبدل الشكل ديال السيد الكبير من بعد هذه العزله هذه بواحد الشكل اللي بالحوض. كانت حاجه باينه انه وصل لمرحله متقدمه من السبوب الذات في ديك العزله. يتنط ليه واحد اللحيه طويله وتحول كل الشعر ديال الجسد ديالو للبياض تام حتى من الحجبان ديالو هما الاخرين بياض كيشبه البياض ديال العين ديالو المفقوعه. قال لي مرحبا بالرجوع ديالك يا صاحب العظمه. قال لي السيد الكبير هو كيدور عينيه بالحاضرين. ماشي هادشي اللي بغيت نسمع يا اخ. غادي تقدم لجهته سبلاجو وبابا عاوت. السباع السبعه كما كتشوف سيدي هما كتاملوا مره اخرى وكيتسناو غير الشرف ديال الوقوف وراءك كيما هادوك سيدنا. قال السيد الكبير ولا هذا الخبر هذا اللي باغي نسمع. البنت غادي نقص بابا عاوت وقالوا هو كيشوف اخ قتلنا سيدي كيف ما طلبتي. غادي يشوف السيد الكبير اخ بتساؤل. غادي يهز لي راسو بتاكيد الخبر. قال لهم السيد الكبير اذا يتفرق كلشي كل واحد يرجع للبوست ديالو وخدمته. غادي تفرق داك الحشد من المتنورين وما بقى معاه في ديك القاعه الا السباع السبعه من وراه والوزراء ديالو اغوفايو تحت عرشه. قال لي اسمح لي يا سيدي اسمح لي باغي نهضر معاك في شي حاجه على الانفراد نكون غير انا وياك. غادي يصرف السيد الكبير السباع السبعه ديالو بقى غا هو فيه الراس في الراس بالاضافه للحيوانات من السبوع والنمور ديال السيد الكبير اللي ما كتفرقش القاعه ديالو. قال لي راه ما عندك فيه انا كنسمع شنو كاين. قال لي سيدي باغي نتشكى لك من شي حاجه باغي نتشكى لك من داك الكمش داكشي اللي كيدير فيها سيدي ممارسات محرمه في غار وفي الجبل. راه كينتهك سيدي الحق ديال الانسانيه والبشر بالخصوص سيدي الولاد الصغار اللي لا حول لهم ولا قوه. قال لي السيد الكبير وفين كاينه المشكله في هذا الشيء فايو ما فهمتش. غادي يفهم فايو انه كيشكي وحش اخر يعني ما في قلب رحمه ليهم وان اصلا داكشي اللي كيدير فيه كالكمش من تجارب محرمه في البشر هذا الشيء اصلا بمباركه من السيد الكبير. قال لي فايو صافي اسمح لي يا سيدي اسمح لي واقيلا غلطت اسمح لي على تضييع وقتك.
غتنتقل بنا الروايه من بعد عام ونهار على نهار اللي خلى غاند ديك البنت الصغيره الكمداره. كانت عوراء في هذا الوقت هذا باقا في الحانوت ديال الكمداره. قالت كمداره وهي كتشوف عوراء اللي كتحبو قدامها وهي عريانه. واقيلا وليدك ما غاديش يرجعوا يا صغير. للاسف غادي تعيشي حياه قاسيه في هذه المدينه هذه، وغادي ينتزع كل عابر سبيل قطعه من جسدك، وانا ما نقدرش نضمن بقاء الابد باش نحميك. غادي تحل الباب الخشبي ديال الحانوت باش غادي يدخل واحد الراجل قصير بواحد الوجه خايب ومشوه بواحد الحوايج اللي قديمه ومقطعه، كيحك كامل الجسد ديالو بحال هو كلا الجربه. قال داك الراجل الكمداره كاين اللي كيقلب عليه، وشكون هادو اللي كيسولوا فيا يا جلده؟ رد عليها وشكون غيرهم؟ المرضى اللي كيقصدوا الحانوت ديالك من اجل بركتك. قالت له كمداره واخا دخلهم ليا. غادي يشير جلده العوره وشنو على هادي؟ ردات عليه ومال هادي شنو دخلها في الهضره؟ قال لها واش ما ناويش تشري لها شي كتاني يغطي الجسد ديالها العاري؟ ردات عليه كمداره ما عندي حتى ما ناكل، ما عندي باش نسد جوعي، باش بغيت نشري لها هاد الحوايج. زيد راه كتقي وكتبول وكتوسخ كل شويه، واش انا غادي نلبسها حوايج وكل شويه نغسلهم؟ خليها على حالها هكذاك احسن. رد عليها جلده ولكن الا رجعوا الاهل ديالها وشافوها على الحال غادي تقاطعوا كمداره. الاهل ديالها واقيلا ما غاديش يرجعوا، واقيلا غادي نبيعها. غادي جلده البنت الصغيره بين يديه تبيعها. علاش غادي تبيعها؟ ردت عليه كمداره واش عارف شحال تقدر تجيب لينا بنت في العمر ديالها ولا ما عارفش؟ على اي حال جلده هذا ماشي الموضوع ديالنا دابا، سير تخلي دوك الكليان قبل ما يمشيو لشي حانوت اخر. غادي يدخلوا عليها واحد جوج ديال العيالات وغادي يطلبوا البركه ديالها، وبالفعل غادي تعالجهم كمداره بالقدرات ديالها. سولوها شحال الثمن؟ ردت عليهم كمداره وهي مشيره العوراء. الثمن هو ديك البنت. ردوا على داك جوج عيالات ما فهمناش شنو جاب ديك البنت للثمن. قالت لهم خذوها معكم واعتنيوا بها، هذا هو الثمن ديال العلاج. رفضوا دوك العيالات انهم ياخذوا معاهم عوراء بدعوى ان الاهل ديالهم غادي يقتلوهم الا رجعوا جايبين معاهم بنت ماشي من صلبهم، او يقدروا يتهموهم بحاجه اخرى كاع شكون عارف. غادي تعصب عليهم كمداره نوضوا خرجوا عليه من الحانوت ديالي. غادي يخرجوا من داك الحانوت الصغير وغادي يخليو الثمن ديال العلاج للجلده 4 ديال القطع فضيه. غادي يدخل عليها جلده وقال لها 4 ديال القطع فضيه شي ربحنا هذا النهار، هذا الحل ديالنا غادي كيتكفس، هادشي راه ما غاديش يكفينا نخلصوا الكريديات اللي علينا. ردت عليه كمداره قول لها من امتى وانت خدام عندي؟ ردت عليها جلده سنوات طويله هذه ما عاقلش شحال من عام بالضبط، عمرك شفتيني في هاد العوام هادو كامله خلصت شي كريدي؟ غادي يضحك جلده لا اذا نسير للسوق ديال المدينه وشري لنا بدوك القطع الفضيه شي حاجه نعتقوا بها. غادي يشير جلده العوره وهذه واش غادي ناخذها للمرضعه اليوم ولا لا؟ ردت عليه كمداره لا راك خديتيها البارح، غادي نضطر نجوعها نهار ونوكلها نهار حتى نشوفوا شنو غادي نديروا معاها. غادي تدوز عامين اخر على بقاء عوراء معاهم. تربات البنت في بيئه ما عطاتها الا الامراض المنتشره في ديك المدينه والاذى الجسدي والنفسي اللي كان كيدوز في طريقها كان كيتعدى عليهم وما كيرحمهاش، ولكن واخا هكذا قدرت تحافظ على الحياه ديالها في هذه البيئه هذه الصعيبه بسبب الحمايه ديال الجلده اللي كان حنين عليها. ولكن في واحد النهار خرجت من الحانوت في غفله منه باش غادي ترجع من بعد مده داخله عليهم الحانوت كتغوت وكتبكي وهي مغطيه عينيها اليسرى بيديها والدميات كانت مغطيه الوجه ديالها كامل. سولتها كمداره مالك شكون اللي دار فيك هادشي فين عينيك؟ خرجت كمداره كتسول بين الناس والمعالجين حتى عرفت ان واحد المعالج اخر هو اللي دار بها هادشي. غادي تقصد الحانوت ديالو وغادي توجه ليه التهمه، ما غاديش ينكر حتى هو التهمه وقال لها بلا كنت محتاج عين عذراء باش نوجد واحد الخريطه علاجيه. وانت كيف ما عارفه يا كمداره مدينه البركه خاويه من العذراوات. قولي لي شحال تبيع لي ديك البنت خلصك فيها مزيان؟ القلب ديالها الصغير بوحدو راه يقدر يغنيك يا كمداره. قالت له كمداره ما يقيس حتى شي واحد وانا يحيى ارزاق، حيت كمداره في هذا الوقت هذه صافي ولفات عليها وتقريبا تقدروا تقولوا كاع رجعتها بنتها اللي ما ولداتش. قال لها هذاك المعالج ثاني ما زربانش عليها، ما بقى لك والو تموتي تكوني تحت التراب، ديك الساعه البنت غادي تكون ليا. عرفت كمداره ان الهضره ديالو بصح وانها مجرد ما تموت غادي يقتلوها وغادي يقسموها بيناتهم اغراض العلاج والصحه، وجلده بالقدرات ديالو المحدوده راه ما يقدرش يصدم ديك الساعه. غادي ترجع للحانوت ديالها مهمومه، لقات عوراء ناعسه في الحجر ديال الجلده والجرح ديالها باقي كينزف شويه ديال الدمايات. عليها غادي توجد واحد الخليط خاص من واحد النوع ديال الاعشاب وطلبت من جلده انه يشعل النار ويسخن لها قطيب ديال الحديد. من بعد ما سخن داك القطيب ولا احمر غادي يمدوا ليها باش غادي تكوي لها الجرح ديالها في عينيها باش غادي تجمع الجرح وغادي يوقف النزيف. من بعدها جلسات كتشوف وكتامل فيها وكان واضح انها هازه ليها الهم. قال لها جلده انا غادي نحاول نعرضها على الناس العاقمين اللي كيجيو لمدينه البركه من اجل علاج العقم ديالهم، لعل وعسى يحن على شي واحد على الحال ديالها ويتبناها كابنه ولا كاع ياخذها معاه كخادمه ولا جاريه، كاع هادشي غيكون حسن ليها. قلت له كمداره بحزن ما بغاوهاش وهي سليمه فما بالك وهي عوره. الاجل ديالها جلده كيقرب حسا به وهي لابد لها من انها تحمي راسها براسها. قال لها جلده هو كيشوف عوره البنت باقا صغيره وضعيفه كيفاش يمكن لها تحمي راسها براسها؟ غادي تهز كمداره راسها وغادي تشوف لجات واحد الرف خشبي في داك الحانوت ديالها. من اليوم غادي تبقى ضعيفه. نطو بدات كتقلب في داك الرف حتى غادي تجبد واحد الحجر اسود مزمرد بحجم الحبه ديال الحمص. بدات كتامل في داك الحجر اللحظات. هذا هو الوقت باش نستافد من هذه الهبه هذه. قال لها جلده واش داكشي اللي بين يدك حجره شنو غدير لها حجره؟ قلت له كمداره هذه الحجره هذه اللي كتشوف هي اغلى حاجه في الحانوت ديالي هذا، ثمن خديته مقابل علاج بنت من بنات ملوك بابل. وقال لي واكد لي ان هذا الحجر هذا هو اغلى ما كيملك. قال لها جلده باغا تبيعي هذا الحجر هذا باش تضمني لها حياه. قطعته كمداره لا هذا الزمرد هذه
اللعنه ما كتباع ما كتشرى. غادي تدخل الكاميرا ديك الزمرده في الفم ديال عوراء. قال لها جلده فهمتي يعني هذا علاج العين ديالها نفقوا ياك. ردات كاميرا وهي كتشرب عوراء الماء باش تضمن انها تصطاد ديك الزمرده. لا هذا علاج لمشكلتها مشكلتي، ولكن غادي تكون ادا وبال لكل واحد يحاول يأذيها. ما كملاتش عوراء العام ديالها الرابع حتى غادي تودع الام الواحده اللي عرفتها في هذه الدنيا. وما ان مات كامدرا حتى غادي يجمعوا الصحراء والمعالجين ديال مدينه البركه على الحانوت ديالها. غادي يجبدوا الجثه ديال كامدرا من وسط الحانوت وغادي يلوحها لبرا. فاش حاول الجلد يمنعهم غادي يضربوه حتى هو وغادي يلوحوه جنبها. غادي يستوليو على كل ما جمعات كامدرا في حياتها، واقواهم خدا داك الحانوت صحه ونسبوا ليه. غادي تخرج عوراء من الحانوت مخلوعه كتجري وتخزنات عن الجلده. غادي يمشيو عند الجلده وقالوا لي سلم لينا ديك البنت اللي خرجت في المقاومه. غادي شد الجلده عوراء عندهم قال لهم ما يوصل لها احد الا على جثتي الا قتلتوني. غادي تقدم جهته واحد الساحره بواحد الوشاح خضر طلبتيها سهله. غادي يضربوا لصدره في مقتل بواحد الخنجر يخرج من الكم ديالها، وغادي ينتزعوا ليه عوراء من بين الاحضان ديالو. غادي يجروا هذوك المعالجين والصحراء لواحد الحجره وغادي يحطوها عليها وبداو كيتقاسموها. شوف انا غادي ناخذ الشعر ديالها الحمر، انا غادي ناخذ عينيها، انا عطيوني القلب ديالها، بغيت القلب ديالها، انا بغيت العظام ديالها، وكل واحد الجزء اللي بغى منها. غادي تهز ديك الساحره مولات الوشاح الخضر يديها وغادي تقطع النقاش ديالو. نذبحوها بعدا تسلم الروح ديالها، ديك الساعه نفرقوها كيف ما بغيتو. غادي تجبد ديك الساحره واحد الحجاب من قوش بروموز وطلاسم اللي غريبه وقالت لهم انا محتاجه الدم ديالها. غادي نريق الدم ديالها على هذا الحجاب هذا. اخر عنصر باش يكملوا خدمه الحجاب هذا خاص يطرق عليه دم ديال بنت باقا ما وصلت السن ديال البولو. غادي تقرب ديك الساحره الخنجر من العنق ديال عوراء اللي كتحاول تفلت وجارب، ولكن كثرت الايادي ديال الصحراء والمعالجين كانوا مثبتينها مزيان. قبل ما دوز ديك المشعوذه النصل ديال الخنجر ديالها الماضي على عنقها غادي توقع واحد الحاجه اللي صدمات كلشي. غادي تخرج اليد بكحله من الفم ديال عوراء بمخمه اللي طويله وغادي تشد اليد ديال ديك الساحره. غادي يطيح داك الخنجر من يديها وغادي تهرس العظم ديالها واللي تسبب بصوت تهشم عظام قوي. تبعوا الهروب ديال كل المجموعين تمايا على ديك الحجره. غادي تحاول ديك المشعوذه تفك يديها المهرسه من ديك اليد الكحله، ولكن الاعين ديال عوراء غادي تحول لبغيره التهم وبدا الجسد ديالها كيهتز وكينتفض بحال داخله حاله صراع. واش غادي يخرج من الفم ديالها مول اليد مريض بقرون حمراء طويله بحال القرون ديال العدروس. غادي يوقف على ديك الحجره وهو هاز ديك المشعوذه من يديها المقروضه. غادي يشد المريض ديك المشعوذه من بين يديه وغادي يقربها من الوجه ديالو. بدا كيتامل فيها وزمجر شويه، غادي يعض الراس ديالها وغادي يقتلها في الحال. من بعدها غادي يزقر بواحد الصوت تسمع في كل ارجاء مدينه البركه في ديك الليله. غادي يهز عوراء الفاقده للوعي بين يديه وغادي يقول بواحد الصوت اللي غريب بواحد اللغه عربيه قديمه: كل من مس هذا الجسد هذا بسوء غادي يهلك، وكل من قرب منه اليوم ولا غدا غادي يهلك. انا الحارس الاعظم، انا باب الجحيم المسدود، واللي كيقيس السارود ديال بابي غادي يضربوا الصخر ديالي الكحل. من بعد غادي يتسالى في كل ارجاء مدينه البركه قتل واحد وراء الاخر، قتل كل معالج ولا مشعوذ شارك في المحاوله ديال قتل عوراء. من بعد غادي يعاود يرجع وغادي يعاود يدخل من الفم ديال عوراء في الجوف ديالها. غادي ينتشر هذا الخبر هذا في مدينه البركه بالزربه. ومن ديك الليله ولا كلشي كيخاف وكيتحاشى يهضر ولا يقرب من عوراء اولا الحمراء الملعونه كيف ما سموها الناس ديال المدينه. مع مرور العوام كبرات عوراء وما عرفتش مال الناس كيهربوا منها بحال هكذا وما كيحملوهاش. الوحيدين اللي كانوا كيتواصلوا معاها وكيتعاملوا معاها من وقت لاخر هما المسافرين اللي كيجيو لمدينه البركه طلبا للعلاج، حيت ما شافوش وما عارفينش داكشي اللي وقع في ديك الليله. عليها كانت كتسعى منهم وكتطلب قوت يومها وما تاكل. ولكن هذا الشيء اصلا ما دايمش، حيت اصلا دوك المسافرين بمجرد ما كيتعالجوا كيغادروا ديك المدينه، وحيت حتى واحد ما سما غادي يلقبوها الناس ديال ديك المدينه والمسافرين اللي كيجيو بلا عوراء بسبب العين ديالها المفقوعه. فاش وصلت عوراء لعامها 13 ولات فضوليه وشدها الفضول للعالم الاخر، حيت هي ما كانتش عارفه بلا كاين عالم اخر. كانت كتحسب العالم كامل محصور في هذه مدينه البركه. ولكن بسبب دوك القصص اللي سمعت من الناس اللي كيجيو طلبه العلاج هنايا كان واكلها الفضول من الداخل وما كرهاش تخرج وتشوف العالم الخارجي كي داير. كانت عوراء كتعاون الزوار الجدد والمسافرين في حمل الاغراض ديالهم الثقيله ولا التوجيه ديالهم للحوانيت المناسبه للعلاج، وهذا الشيء مقابل يجودوا عليها بشويه ديال الماكله. وفي بعض المرات كاع كانت كتعرض عليهم راسها تمشي معاهم ويخرجوها من هذه المدينه هذه، ولكن حتى واحد ما قدر يخرجها من ديك المدينه خوفا انه تحل عليه شي لعنه. وصافي روشني حتى هنا كيتقطع العلم ديالنا. قال لي روشني يعني كذبتوا على السيد الكبير في القتل ديال ديك البنت مولا الشعر الاحمر. رد اخو ما كان قدامنا حتى شي خيار اخر حتى من استباع السبعه ايدوا القرار ديالي هذا، حيت لو كان ما كذبناش عليها روشني كان غادي يقتلنا داك النهار. غادي تبسم روشني وغادي يسكت. قال لي مالك؟ رد عليه روشني واقيلا صافي فهمت سر قوه السيد الكبير. النظريه ديالي من الاول طلعت صحيحه، هو عنده قوه هذه ما نكروهاش، ولكن القوه ديالو هذه المزعومه راه ما تعداش قوه اي متنوير عادي منا كيف ما قلت لك قبل. هو مسيطر ومتغلب علينا بحاجه واحده: الخليع والارهاب وبيع الوهم لينا. هو مهمنا انه عنده طاقه مطلقه لا متناهيه. قنعكم وضحك عليكم بانه لا يقهر وانتم طحتوا في الفخ وتيقشوا الكذبه ديالو. امنتوا به لدرجه انه ما قدر حتى واحد يجرب القدره ديالو هذه المزعومه خشيه الموت قدامه. عاود فكر فيها مزيان، فكر
فكر في هادشي اللي غادي نقول لك دابا. غاند شكون اللي قتل غاند قتلوا الحراس السباع السبعه ديالو، وغمشيد اصلا ما قاوماتوش بسبب الخوف ديالها منه وقناعتها بانها خاسره لا محاله قدامه. ركز اخ في هاد الهضره ديالي غادي نقول لك مزيان. فاش عرفت غمشيد انها ميته لا محاله قدرت تهرس داك الحاجز ديال الخوف، هزات غا صبع واحد مخلب من السبابه ديالها يا اخ، فهمني يا اخ شنو باغي نوصل لك، وهكذا تسببت ليه بداك الجرح الغائر في وجهه. واش ما كتشوفش وما كتفهمش فكر فيها مزيان، عاود دير الحساب. ثق بيا لو كان قلتوا لي انكم ما لقيتوش البنت في ديك النهار وما قتلتوهاش ما كان غادي يدير والو، كان غادي يدفع لكم السبان والمعيور والهضره الخاويه ديالو، وغادي تكشف الحقيقه ديالو قدامكم ديك الساعه. الا كانت عند هذا السيد الكبير هذا شي قدره بصح، فهي القدره على الاقناع لا اقل ولا اكثر. قال لي ما تقوليش باغي تمشي توصل لي اننا كذبنا عليه. رد عليه روشني ما تخافش، كيف ما قلت لك المصير ديالي مربوط بالمصير ديالكم، حنا كاملين كنبحروا في الفلك نفسه. قال لي واخا نسى عليا هذا الموضوع هذا، خصنا دابا نركزوا مع العربيات، خاصك تمنعهم يا روشني من الوصول لجبال الملح، وخلي لي انايا الامر ديال الساحره الهجينه انا غادي نتكلف بها. غادي نوض روشني من البلاصه ديالو، القتله ضربهم على حسابي، انا غادي نصيفطهم اتباعا لهم باش بناء على القتال غادي تبني انت الخطه ديالك المحكمه. المجد لفارس ولا عزاء وعزه اللي يقول غير هاد الهضره. غادي ترجع بينا الروايه مره اخرى للعربيات. صافي حلوا عينيكم، صافي راه وصلنا. غادي يحلوا العربيات عينيهم باش غادي يلقاو ريوسهم جنب بحر بامواج ورمله بيضاء ورياح بارده كتصوت عليهم. واخيرا وصلنا لارض فارس، من هنا غادي تبدا الرحله ديالنا. غادي تضم وراء راسها البرد هنايا قاصح بزاف على عربستان. غادي يحط زمجه يدي على الكتف ديال عوراء اللور. هنايا تولد والديا. غادي تفرح عوراء اول ما سمعت الصوت ديال زمجد رجعتي ليا. قال لي اصلا ما مشيتش سيدتي، كنت جنبك طول الوقت. قلت له داجا واخا جيني، وعلاش اختفيتي على الانظار ديالنا؟ رد عليها زمجة داك الشعور بالحريه لاول مره في حياتي هو اللي خلاني نختفي بديك الطريقه. كنت باغي نتحقق من الحقيقه ديال مشاعري والرغبه ديالي في البقاء معكم. ردت علينا في واخا وشنو تحققتي ولا باقي؟ رد عليها زمجة تحققت وتيقنت. قلت نفيسه لداجا الارض ديالهم واخا الارض ديالهم بارده. ردت عليها داجا الى الارض ديالهم بارده، الارض ديالنا حنايا محرقه بحال سخطنا. قلت لها الحقيقه وانا انا باقي ما فاهمه يا ابنه وصبا لا جيبان لهنايا ديك الساعه وجه لي انتقال ديريكت لعرين الاسد لاش حطنا هنايا. قالت لها هند مجاوبه على سؤالها، الا مشاو حتى حددوا المتنورين البلاصه ديالنا بكري حاجه باينه انهم غادي يوجهوا لنا ضربه قاضيه وقاسمه. طلسم الانتقال هذا كيتسبب بطاقه هائله كتحوط اللي يستخدموه، وانتقالنا ديريكت بين الجبال الملح غادي يحطنا في موقع خطر. قالت لهم الحقيقه وانا باستهزاء واش حسابهم ما عرفوناش راه وصلنا لهنايا، راه المتنورين هادو واش تحسبوهم بداك الغباء؟ قالت لها هند ولكن المعرفه مختلفه عن العلم، ربما يقدروا يكونوا عارفين اننا وصلنا، ولكن باش يقدروا يحددوا الموقع ديالنا بشكل مستمر ودقيق هذه هي الحاجه الاصعب عليهم. وحنا ما غاديش نسهلوا عليهم ديك المهمه في تحديد موقعنا باستخدام طلاسم قويه. من هنا لقدام وحتى نوصلوا لجبال الملح الوجهه ديالنا الا تصادمنا مع اي متنور غادي نكتفيو باستخدام ادنى الطلاسم قوه. وبالنسبه للتنقل الرجلين ديالنا هما احسن خيار. غادي تشكل زمجد على رجل ديال النافذه المقطوعه باش يعاونها تمشى بحال باقي المجموعه باش ما تعيقهمش على المشي في الطريق. غادي تقرب داجا من هند وغادي تسولها، قولي لي هند عاودي لي على الطريق من هنايا لعرين الاسد كيفاش داير، انت هي الوحيده بيناتنا اللي فيه سلكتي في السابق. ردت عليها هند بصراحه انا ما عارفاش بزاف على هذه الارض حيت اغلب وقتي انا دوزتو في جبال الملح مع الطائفه وما كناش اصلا كنتمشاو على رجلينا، كنا في الغالب كنتقلوا بطلاسم ديال الانتقال. الطريق بالنسبه لي راه شبه مجهول بحالكم، وما كيتناقشوا بيناتهم شنو الطريقه غادي يسلكوا دابا وشكون اللي غادي يسولوا حتى غادي يخرج لهم من بين الاشجار واحد البومه اللي بيضاء تحطت على واحد الغصن وبقات كتفرج فيهم وهي كدور الراس ديالها. قلت لهم عوراء شوفوا واحد الفرخ شحال زوين. قالت لها هند هذه بومه راصده، هذا ماشي فرخ يا عوراء. صافي دابا تاكدت وتيقنت انهم عرفوا بالامر ديال قدومنا. الغربان الكحله تبع روشني، اما البوم الابيض تبع الاخ. سولاتكم شنو الفرق بيناتهم؟ ياك بجوجهم جواسيس وكيرصدوا الحركه. ردت عليها هند البوم الابيض كيشوف ويصور، اما الغربان الكحله كتشوف وكتهمس. قلت لهم داجا الغربان والبوم اعداء ابديين بالفطره. قولي لي يا هند واش هاد الطيور الراصده هذه يمكن ليها ترصدنا في اي بلاصه؟ ردت عليها هند ما عاد بلاصه واحده، الغابه الزرقاء. واخا وفين جات هاد الغابه الزرقاء؟ غادي تنزل هند على ركابها وبدات كترسم في الرمال بواحد العود، وبين ما البقيه ديال المجموعه تجمعوا عليها باش يشوفوا شنو داكشي كترسم. فاش سالت من ديك الرسمه ديالهم غادي تشير للفوق ديال الرسمه. هذا هو عرين الاسد اعلى قمه من جبال الملح، وكاينه 3 ديال الطرق معروفه كتاخذ ليه بلاد فارس. المعبر المعروف من لوبور، والمعبر الثاني من نفس المدينه اسمه لوبور، ولكن هو طويل بزاف والتضاريس ديالو صعيبه، ولكن كيبقى هو اكثر طريق امانا على كيستخدموه بزاف التجار والقوافل. غادي تشير لها كوميت شي خرباشات على جنب ديك الرسمه في الرمال. وشنو هاد الخرباشات هادو؟ ردت عليهم هند هذيك هي الغابه الزرقاء، قليل اللي كيقدر يدخلها، وعاصيه بزاف على الجواسيس ديال المتنورين ما كيقدروش يدخلوها حيت كيفقدوا بزاف من القدرات ديالهم داخلها. حتى من القتله والقتله الكهنه ما يقدروش يتعاقبونا داخلها، ما عاد الا تبعونا على رجليهم، فما بالك طيور راصده هذه. سولات هذا علاش ما كيدوزوش منها هي القوافل والتجار؟ ردت عليها هند حيت المخاطر ديالها كثيره وكتفوق اي خطر يقدر يقابلهم في الطريق، وزيدي عليها الاشجار ديالها الكثيفه اللي كتعيق الحركه ديالهم. هادشي بلا ما نهضروا على الحيوانات المفترسه اللي عايشه داخلها من السباع والنمور والافاعي وعقارب وداك الشيء. ردت عليها داجا اذا هاد الغابه هذه
الغابه هذه هي اللي غادي تكون الوجهه ديالنا حتى نوصلوا لجبال الملح. ردت رافضه مقاطعه ولكن اخالا راه قالت هند انها خطر. ردت عليها نافذه نبقاو مكشوفين بلا غطاء، هذاك هو الخطر الحقيقي يا رافضه. قالت لهم هند ولكن خاصنا اولا نمشيو للوبور حيت حنا باقيين مستعدين للرحله بحال هذه، راه ما معنا لا عده ولا عتاد ولا مؤن ولا حتى الماء هو الاخر. وزيدوا على هادشي هاد الحوايج هادو الخفيفه اللي لابسين راه ديال الجو صحراوي ديال جزيره العرب. بهاد الحوايج هادو غادي يقتلنا البرد في اول ليله لينا هنايا كاع ما يحتاجوا يتدخلوا المتنورين. قالت لها كوميت واخا ولا قدروا يرصدوا الحركه ديال الناس ما وهجموا لنا باعداد اللي كبيره شنو غادي نديروا؟ سولتها دعجه قولي لي هند شحال باش بعيده عندنا هاد المدينه ديال لوبور؟ ردت عليها هند المسيره ديال 3 ايام تقريبا. غادي تقاطعوا من الحقيقه بون انا بعدا ما غاديش نمشي في هاد البرد هذا لمده 3 ايام مالي على حال شي. قلت نافذه لدعجه اذا لا مهرب اخي على استخدام طلاسم الانتقال ومن تما غادي نكونوا واجدين اننا نكملوا الرحله ديالنا لجبال الملح على رجلينا. قلت دعجه لهند قولي لي شنو بالك في الهضره ديال نافذه واش الا خدمنا طلسم الانتقال من هنايا ليه واش هادشي يقدر يشكل خطوره عندنا؟ ردات هند بطبيعه الحال غادي يشكل علينا خطوره ولكن ماشي بديك الخطوره اللي غادي نواجهوا كل ما اقتربنا من جبال الملح. قالت لهم دعجه اذا لا حل قدامنا نتجمعوا في دائره باش ننتقلوا من هنا. في مجرد لحظات لقاو افراد المجموعه انفسهم في ارض صخريه مغطيه ببقايا ثلوج والسم ديال البرد كان كيصوت وفي الافق البعيد كانت باينه معالم ديال المدينه. غادي تزعوا راه شي شويه ديال الثلج وقلت لهم رمال بيضاء شوف على رمال كي دايره. قالت لها هند لا ماشي رمال هذاك كيتسمى الثلج. قالت لهم عورات الثلج وشنو هو الثلج الملمس ديالو برد بزاف. قالت لها الحقيقه بونو هي كتسفر بوخر ابيض بالفم ديالها وكل ما تقدمنا اكثر عاد ما غادي يزيد البرد قساوه حاسه براسي كنتحرق بنار زرقاء. قالت لهم دعجه راه خاصنا دابا فلوس باش نشريو اللي خصنا من السوق. غادي جبدنا فيه هذاك الحجر الذهبي بحجم البيضه اللي كانت عطاتو البائع البهائم في سوق اليمامه ورجعاتو منه. غادي تشد منها هند داك الحجر غادي نصرفوه باش نشريو اللي خصنا. غادي تسولهم دعجه قولوا لي شكون فيكم هنا اللي كيتقن اللغه الفارسيه؟ قالت لها انا في انا ولكن ما كنحملش نهضر بها الحروف ديالها ثقيله على لساني. قالت لها هند انا كنتقن شويه منها. قالت لهم دقيقه بونو انا كنتقن لغات كثيره غيرها. قالت لهم دعجه اذا انت وهند غادي تكونوا الالسنه ديالنا من هنايا لقدام نتوما اللي غادي تواصلوا مع السكان المحليين هنا. في لحظه غادي تهزكم السبابه ديال السما بحال شفت شي حاجه بالنظر ديالها الثاقب. قالت لهم شي حاجه كتقرب لنا. غادي يوجهوا كلهم الانظار ديالهم لديك الجهه اللي شيرات ليها كوميش ولكن ما قدروا يلمحوا والو ما بان ليهم والو. غادي تسمع القيقه بون النظر وقلت لها شنو تما ما بان ليا والو هنايا. غادي تسحب كوميت السهم من ورا ظهرها وجدات راسها انت غادي تشوف فيه راجل كيقرب منا. غادي تسال رافضه السيف ديالها وشنو الهويه ديالو غراب ولا بوم هو. قالت لها كوميت لا اختي حاجه كبر بكثير. قلت لهم دعجه اذا كل واحد يستعد للمواجهه. قبل ما تكملها اصلا غادي تشكل فوقهم بحال الشكل ديال غيمه كحله كبيره. غادي تنزل عليهم وغادي تغطيهم كلهم في الظلمه ديالها. غادي تغوت دعجه من ديك السحابه ما تخافوش حافظوا على الهدوء ديالكم وتماسكوا. غادي تفرق ديك الغمامه باش غادي تكشف واحد الراجل بقامه اللي طويله كان مدور الجسد ديالو كامل مكتوب بحال الفاصمه بحال الشكل ديال المومياوات. هو كان منقوش بكلمات وحروف اللي غريبه بلون فضي بحال اللون ديال عينيه وديال شعره. ما كان باين بانه الا الراس ديالو ويديه اللي كانت موشومه عليها نجمه واحده. بقى داك المتنور واقف في بلاصتو سد عينيه ووجهه للارض. قالت له وين هذا متنور من القتله. قالت لها الحقيقه وانا باستهزاء نجمه واحده اشنو في جهدو يدير؟ قالت لهم راه في تاجي علاش ما هاجموناش متنورين برتب عاليه ولا باعداد كبيره. بدا نافذه كيدخل الشكل قلبها القدم ديالو بوحدو لينا يا اما ثقه زايده منه واما جنون وحده في الجوج. كملت دعجه الهضره ديالها اولا اختبار لينا. قالت هند لكم شنو كتسنى يا راميه تلقي السهم ديالك لجيتو. غادي تطلق كوميت سهم لجيت القلب ديال داك المتنور اللي ما تحركش من بلاصتو اصلا ولا حتى هز راسو. غادي توقف داك السهم على بعد مسافه منه وغادي تبخر في الهواء. قالت لهم هند مستحيل يكون من الرتبه الاولى حسيت بالطاقه اللي انبعثت منه. الطاقه ديالو اقوى داكشي اللي كيبين. غادي تبسم داك المتنور وغادي يحرك يدو باش غادي يبانوا 9 ديال النجوم موشومين على الراحه ديال يدو على شكل دائره. غادي يعاود ينقز في الهواء باش غادي يعاود يتحول لغيمه كحله. قالت لهم دعجه ما تقتلوش بالطلاسم ديالكم. ردت عليها القيقه باش بغيتي نقتلوه باش بالحجر. بدات كتقلب عليه هند بين الغيوم البيضاء. انا الا تقاتلت معاه هادشي غادي تسبب انبعاث طاقه اللي قويه غادي تسبب لنا هادشي بالمشاكل وهادشي غادي يجذب لنا الغربان والبوم المستطلع. صدام ساحر مع متنور احسن من صدام متنور مع متنور اخر. قلت لهم نافذه شنو بان لكم نعولوا على السيف ديال رافضه والرمح ديالكم في هذه المواجهه. قلت لها دعجه لا البنات كادو باقيين مواجدين مواجهه ند بحالو. غادي تلمح نافذه داك المتنور عاود هبط على مقربه منه. قلت نافذه البنات انا معوله عليكم شتبكم معاه بالسيف والرمح غادي تندفع لجيتكم ميتو رافضه مالكش قائده حنا غادي نتولاو الامر. قلت نافذه موجهه الكلام ديالها لزمجد سيروا كون عاون ليهم. غادي تخلى زمجد على التشكل ديالو على رجل عرجاء باش غادي تشكل على هيئه راجل ضخم فتو العضلات بجلد ازرق واحد الشعر طويل. غادي يتبعكم ميتو رافضه في طرفه عين. غادي يختل التوازن ديال نافذه فاش خوا بها زمجد وكانت غادي تطيح لو كان ما دعجه لجدتها. قالت لها دعجه علاش كتخاطري بناتك بحال هكذا يا نافذه راه عندك يتندم معاك الحال. قالت لها نافذه بناتي هادو هما على علم بما هما مقدمين عليه. قالت لها دعجه اذا كوني مستعده لاي نتيجه وانك تقدري تخسريهم. في هذه اللحظه دي كانت رافضه وزمجد قصد المتنور بما كومي تراجعت وجدت واحد الزاويه وجلست على ركبه من الركابي ديالها باش توفر لهم غطاء من السهام. اول الواصلين عند المتنور اللي ما تحركش اصلا من بلاصتو كان زمجد. غادي يشدو زمجد من الراس ديالو بدا كيبرك عليه وكيرفعو باش يهزو من بلاصتو ولكن ما قدرش اصلا يحركو بحال تقول هذا المتنور هذا غير
غرس الجذور ديالو في الارض. فما كان مزمجد الا انه يتبع لذاك المتنور سلسله من ضربات الكرش ديالو في محاوله بائسه منه انه يحركه من بلاصتو. ما تاثرش اصلا داك المتنور بل غادي ينطح زمجد بالراس ديالو باش غادي يطيح زمجد حداه. غادي تنقز مورا زمجد رافده اللي كانت كتسنى الفرصه، غادي توجه النصل ديال السيف ديالها للكرش ديال المتنور اللي تغرس فيه. ما تحركش المتنور من بلاصتو ولا بان عليه حتى الاثر ديال الطعنه. غادي يجد رافده من الشعر ديالها وغادي يهزها بين ما السيف ديالها باقي مغروس في كرشو. فهاد اللحظه زمجد اللي كان طايح للارض غادي يهز راسو باش غادي يبانوا ليه الرجلين ديال داك المتنور. غادي يشدو من رجليه وتمكن انه يخلي التوازن ديالو، غادي يقلبو في الهواء. غادي يتحرر الشعر ديال رافده من بين يديه، وقبل ما يطيح للارض لقى سهم من السهام ديال كوميت مستقر في الكرش ديالو قدام السيف ديال رافده. هو واخا هكذاك وبالرغم من دوك الضربات غادي يرجع التوازن ديالو وغادي يوقف على رجليه بحال ما كان به والو. غادي يقول لهم بثقه وفي استهزاء كنت كنحسب غادي نواجه خصوم اكثر قوه منكم، ما نتوما الا عوفنا من البؤساء. غادي يجعلوا العيون ديال المتنور بوهاج ابيض وغادي يحل الفم ديالو كشف على نياب اللي طويله. غادي يغرس دوك النياب في الكتاف ديال زمجد وبدا كيهزو كما كيهز الحيوان المفترس الفريسه. غادي يطلق كوميت سهم اخر لجهته في محاوله يائسه منها باش تحرر زمجد من بين النياب ديالو. غادي يشد داك المتنور السهم قبل ما يوصل ليه، غادي يغرس النصل ديالو في الدار ديال زمجد اللي غوت من الالم. غادي يلوح المتنور الجني الازرق من بعد ما حس بالسيف تسلم لكرشو. غادي يدورو باش غادي يلقى السيف جا في الوجه ديالو من طرف رافده. غادي يشد المتنور الراس ديال رافده وغادي يضربها مع الارض باش غادي تفقد الوعي في البلاصه. فهاد اللحظه ديال النيت غادي يجي سهم اخر في العنق ديالو. هاد المره غادي يضربك في مقتل. يلا بغات تشد عليه كوميت سهم اخر حتى غادي تحس براسها تهزات في الهواء والسلاح ديالها والقربه ديال السهام ديالها تخوت في الارض. وقبل ما يضربها مع الارض غادي تلقى مجموعه ديال الضربات في انحاء مختلفه من جسدها باش غادي توصل اصلا الارض فاقده للوعي. غادي ينوض زمجد المهلوك بثقل من البلاصه ديالو وغادي يشيل المتنور. اجي لعندي. غادي تبسم داك المتنور كاشف على نيابه باش غادي يدافع عن زمجد وغادي يشتبك هو وياه بالايادي. ما طولاتش المضاربه ديالهم بزاف باش غادي تسلم زمجد بكل سهوله. غادي يهز داك المتنور فوق راسو وغادي يلوحو في السماء باش غادي ينزل عليه داك المتنور صاعقه من السماء. نفضات وزات الجسد ديالو باش غادي يطيح للارض مصروع حتى هو جنب البنات. فاش سال المتنور من قتالهم غادي يمسح على كل الجروح ديالو باش غادي تعاود تجمعوا تلتئم بحال ما عمر كان بيه شي حاجه. سال الوقت ديال اللعب، برك الوقت اللي ضيعنا، جا الوقت ديال قطع الريوس. غادي يلقى داك المتنور الوجه ديال دعجاء في الوجه ديالو بحال الموت. ما كذبتيش فاتين داك الحق، ضيعنا بزاف ديال الوقت. غادي يسمع صوت اخر موراه، وقت اللعب نيت صافي راه سالا. ضروري باش غادي يلقى القيقابون بين ما نافجه مشات باش تسعف البنات والجيلين الازرق، بين ما هند بقات واقفه بلاصتها حيت ما يصلح ليهاش اصلا التدخل. قالت القيقابون لداج هذا المتنور هذا عزيز عليه يهز الخصوم ديالو في السماء، شنو بان لك ناخذوه في جوله. غادي تشق الارض من تحت المتنور باش غادي تخرج من تحت واحد الحجره هزاتو وعلاتو في السماء. غادي تهز داجا يديها جهه داك المتنور باش غادي تشعل النار في داك الكتان اللي مدورو. بدا كيغوت داك المتنور من الالم ديال الجلد ديالو بدا كيتحرق. غادي تعاود تشكل فوق سحابه كحله مطرات عليه مطر طفات النار مشى على داخله. غادي يندمج مع ديك السحابه باش غادي يدافع السحابه لجهه داجا والقيقابون واللي تفرقوا بجوج تحاشيه لديك الغيمه اللي دازت من وسطهم. واللي اول ما وصلت للارض غادي تحول لفعه بيضاء طويله بالحجم ديال 5 ديال الرجال في الطول. بدات كتفح وكتصوت عليهم بواحد العيون خضراء. قالت القيقابون لداجا كنت كنحسب المتنورين ما كيستخدموش السحر. غادي تقرب منهم هند، هادشي اللي كتشوفوا ماشي سحر، هذه حاجه مختلفه. رد داجا ويكون اللي بغى يكون هذا المتنور هذا الموت ديالو اليوم على يدينا. فهاد الوقيته هذه كانت نافجه تعفات البنات وفي قنت زمجد غادي ينضموا لهم مره اخرى للقتال باش يكونوا سند ليهم في المواجهه. قالت داجا الكوميس طفي العينين ديالها بالسهام ديالك، وفاش تفقد بصرها ويطفى نورها قطعي رافضه انت الديل ديالها بسيفك وخلي الباقي علينا حنايا. قالت نافجه لزمجد رجع زمجد للتشكل ديالك على رجليه. طلبت نافجه من داجا والقيقابون انهم يتنحاو صافي تنحاو نتوما درتوا اللي عليكم الباقي ليا انا. غادي تطلق كوميت السهام ديالها لجهه العين ديال اللفعه ولكن بالرغم من دقه التصويب ما قدرش تطفيها في عينيها حيت كانت ديك اللفعه كتحرك الراس ديالها بواحد السرعه اللي كبيره. غادي تعقد نافجه الصباع ديالها وغادي تقرا واحد الطلسم سالته دفله على الارض باش غادي تشكل من ديك الدفله عقربه كحله ماتلات في الطول ديالها الطول ديال ديك اللفعه. غادي تندفع ديك العقربه لجهه اللفعه وغادي يدخلوا في صراع. لحظه انشغال اللفعه مع داك العقرب قدرات كوميت تقيسها في عينيها بالاسهم ديالها وكملات عليها كوميت بالقطع ديالها. غتغوت نافجه على العقرب دابا غادي ينق داك العقرب اللفعه بكل طرف ويديه ورجليه وحتى الديل ديالو المسموم باش غيشتعل هو وياه بنار كبيره حرقتهم بجوج وقتلاتهم في البلاصه. ومع الموت ديال ديك اللفعه مات حتى داك المتنور المومياء حيت اللفعه كانت متشكله. قالت لهم نافجه وهي كتسفر طاح واحد ردت عليها هند وباقي الكثير والكثير